بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم. مش دعوة للتفريط في الحقوق قد ما هي حكمة تعلمك ان حتى في أسوأ احتمال لو هتتحط بين اختيارين انك تظلم حد او تسيبه يظلمك، احسن لك تسيبه يظلمك. خلص حساباتك من دلوقتي عشان الوقت مش في صفك. لو ظالم حد رجع له حقه. سلام عليكم. تخيل تبقى طالب دحيح قاعد طول السنة بتاكل الكتب أكل، حافظ المنهج من اليمين للشمال زي من الشمال لليمين، مفيش فرق. الدفعة كلها حاطة أملها عليك، أنت اللي هتعديهم. ليلة الامتحان دي بالنسبة لك مش شبه ليلة الامتحان عند أي طالب متوتر وقلقان وقاعد يقرقط في ضوافره، لا دي ليلة العيد بالنسبة لك، لأنك بكرة هتدخل الامتحان تقفل، تاخد الدرجة النهائية وتطلع الأول على الدفعة. مسألة وقت بالنسبة لك مش أكتر. يوم الامتحان الصبح انت رايح اللجنة بتتمخطر، ايدك في جيبك ومش فارق معاك اي حاجة خالص. لا فارق معاك الامتحان يجي صعب يجي سهل، المراقبين حنينين غلسين، كل ده مش في دماغك. انت راجل برنس، انت عندك معلومات تؤهلك انك تمتحن اللي حاطط الامتحان نفسه. وانت داخل اللجنة لقيت كل زمايلك مقابلينك خارجين. ايه ده يا جماعة، في ايه؟ خير. قالوا لك انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ الامتحان خلص ازاي يا ابني انت وهو؟ انتوا مبرشمين ولا ايه؟ ما طبيعي تكونوا مبرشمين، مش انتوا في امتحان؟ ايه السؤال ده؟ قالوا لك لا يا فالح الامتحان خلص والورق اتسلم. ازاي؟ هو مش الامتحان الساعة 10؟ لا الامتحان الساعة 8. انت نسيت ميعاد الامتحان. على فكرة عادي ممكن تحصل، مش اسطورة يعني ولا حاجة. من كتر ما ضغطت عقلك وحشيته معلومات وقعت منك معلومة واحدة بس كانت اهم معلومة. عملت غلطة واحدة شيلتك المادة. ظلمت نفسك لما مركزتش في حاجة بسيطة لكن ممكن تضيع كل مجهود السنة. عايزك بقى تتخيل دلوقتي حجم الإحساس بالحسرة اللي هتجيلك وانت اسمك نازل مع كشوف الساقطين، بتتساوى مع اللي ما فتحش كتاب طول السنة وانت حافظ الكتاب. زمايلك اللي ما عندهمش ربع المعلومات اللي عندك نجحوا لمجرد انهم ما وقعوش في الغلطة الساذجة اللي حضرتك وقعت فيها. تخيل ان مثال الامتحان ده مهما كان قاسي وصعب إلا إنه أسهل وأبسط بكتير قوي من الامتحان الكبير. في الامتحان ده أنت لسه عندك فرصة تصحح وضعك، عندك دور تاني، ممكن تعيد السنة كلها يا أخي على أبعد احتمال. لكن في امتحان هندخله كلنا في نهاية حياتنا غلطة ساذجة فيه ممكن تضيعك للأبد من غير ما يكون عندك فرصة واحدة للتصحيح. إيه هي الغلطة دي؟ الظلم. تخيل تروح يوم الامتحان النهائي وانت مذاكر وصمم المنهج كله، عامل خير، صايم، مصلي، مطلع صدقات، بس شايل في رقبتك ظلم، تقوم تضيع كل اللي انت عملته. عارف ربنا لما حب يوصف المشهد ده وصفه ازاي؟ قال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقول عليك خايب. تخيل لما شهادة فشلك تتختم بختم ربنا. قول لي أنهي نجاح في العالم ممكن يعوضك؟ مشكلة الظلم يا جماعة إنه مش من الحاجات اللي ربنا بيسامح فيها، مش من الغلطات اللي ربنا ممكن يعديها لك. عارف في النيابة لما تروح على ذمة قضية وتثبت براءتك فيها وتاخد إخلاء سبيل، إيه الجملة اللي وكيل النيابة بيقفل بيها المحضر؟ واسألوني أنا بقى خريج حقوق. وكيل النيابة يا سيدي يقول لك: يخلى سبيل المتهم ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. أنت كمان يوم القيامة حتى لو ربنا سبحانه وتعالى قرر يعفو عنك ويسامحك على كل غلطاتك في حقه، هيقول لك يخلى سبيلك بس بشرط ما تكونش مطلوب على ذمة قضايا أخرى، ما تكونش ظالم حد، مش هتمشي غير لما يسامحك أو ياخد حقه منك. يرضيك تقف يوم القيامة قدام ربنا عامل حسنات الدنيا وبينك وبين الجنة خطوة، وبعدين تلاقي نفسك ظالم ده وواكل حق ده وقاهر ده وجايب سيرة ده، يتلموا عليك كلهم وكل واحد فيهم ياخد حقه من حسناتك. تخلص حسناتك يشيلوك من ذنوبهم وفي الآخر تطلع خسران. في خيبة ممكن الإنسان يخيبها أكبر من كده، في جريمة ممكن يرتكبها الواحد في حق نفسه أكبر من إنه يشيل أكبر مادة في حياته عشان خطأ ساذج. اللي قبلنا قالوا حكمة عظيمة قوي: يا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم. مش دعوة للتفريط في الحقوق قد ما هي حكمة تعلمك ان حتى في أسوأ احتمال لو هتتحط بين اختيارين انك تظلم حد او تسيبه يظلمك، احسن لك تسيبه يظلمك.
خلص حساباتك من دلوقتي، عشان الوقت مش في صفك. لو ظالم حد رجع له حقه، لأنه كده كده هياخده. ربك ما بتضيعش عنده حقوق، بس لو خد حقه منك في الآخرة هتزعل قوي ومش هتلاقي اللي يراضيك، هتخيب زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. وخد بالك من حاجة مهمة، اوعى تظلم نفسك بحجة انك خايف تظلم حد، واوعى تيجي على نفسك عشان ما تجيش على غيرك. لو شايف انك في علاقة سامة ومؤذية ما تكملش. لو شايف ان اقرب ناس ليك بتظلمك، حط حد بينك وبينهم يحميك من ظلمهم ويحميهم هم كمان من فاتورته. ربك عادل ما بيحبش الظلم، وزي ما حرم عليك تظلم غيرك حرم عليك برضه تظلم نفسك، والاتنين عنده في كفة واحدة، مفيش فرق. ركز في امتحانك وما تضيعش شغل العمر كله في غلطة. وكل سنة وانتم طيبين.